مرحبا، رح أحكي اليوم عن قصة رمزية وأيقونية بتاريخ القضية الفلسطينية وما بيعرفها معظم العالم. وعنوان القصة هو كيف أصبحت الكوفية العراقية رمزاً للقضية الفلسطينية. تعود وقائع القصة إلى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، حين أطلق الفلسطينيون ولمدة أشهر سلسلة من الثورات والإضرابات ضد الانتداب الإنجليزي. في ذلك الوقت كانت فلسطين واقعة تحت سطوة الانتداب البريطاني الهادف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وإفراغها من أهلها العرب. وبما أن فلسطين لم تكن تمتلك جيش خاص بها، قام مجموعة من المتطوعين بإنشاء خلايا مسلحة صغيرة مختبئة في الجبال لمقاومة الإنجليز. كان الأهالي يسمون أفراد هذه الخلايا المسلحة بالفدائيين، وكان الفدائيون يرتدون الكوفية العراقية المرقطة بالأبيض والأسود لتوفرها حينها بالأسواق الفلسطينية. صار الفدائيون يغطون وجوههم ورؤوسهم بهذه الكوفية العراقية الموجودة في الأسواق الفلسطينية آنذاك، مما جعل الإنجليز يعتقدون بأنها كوفية الفدائي، وهذا ما جعل قوات الانتداب البريطاني تستهدف بالقتل والاعتقال كل من ارتدى هذه الكوفية ظنا منهم بأنه فدائي. وهنا قال الشعب كلمته، وقام جميع الأهالي بارتداء هذه الكوفية المرقطة بالأبيض والأسود كتلك التي يرتديها الثوار لتضليل قوات الانتداب. وبعد أن تكللت هذه الحملة بالنجاح، صارت هذه الكوفية المرقطة بالأبيض والأسود تمثل رمز للفدائي الفلسطيني. وقد تعزز ارتباط هذه الكوفية بالقضية الفلسطينية عالميا بعد ظهور المناضلة ليلى خالد بها بصحبة غنائمها من الاحتلال الصهيوني. تبع ذلك دخول الرئيس ياسر عرفات لأول مرة إلى مقر الأمم المتحدة ممثلا لفلسطين وهو يرتدي هذه الكوفية. ومن الجدير بالذكر بأن هذه الكوفية قد أصبحت تمثل اليسار والاعتراض في كثير من الدول الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية. إذن كانت هذه هي قصة الكوفية العراقية الفلسطينية. إذا أعجبتكم شاركوها لأحبابكم وخلوهم يتابعوني بسناب شات.